السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة داركم مع أمين. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. نلاقيكم الفيديو في أحسن حال. بغيت نقول لكم أبشركم مبروك، يدخل عليكم رمضان بالصحة والهنا إن شاء الله. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. اليوم جبت لكم أيضا وصفة من لي زارشيف تاوعي، يعني كانت ديجا في القناة، اللي هي وصفة الشامية ولا قلب اللوز كما يقولوا في بعض المناطق. كما راكم تشوفوا، أول حاجة نبدو بالسيرو باش يبرد لنا. درت 2 كيسان نتاع السكر العادي اكيد، مع 3 كيسان نتاع الماء، ونديرو شرائح من الليمون. نخلطوا هذاك السكر في الماء مليح حتى يذوب، ونديروه فوق الغاز على نار يعني خفيفه. كي يبدا يغلي عندنا هذا الخليط نطفوا عليه 10 دقائق، نحسبوا 10 دقائق ونطفوا عليه. نروحوا نحضروا العجينه، الا نقدروا نقولوا عجينه. كما راكم تشوفوا انا نخدم بهاد لا سيمول غروس، يعني الخشن، سميد نتاع ماما. ندير 4 كيلات، مغرف كبيره تاع لافاني، قريصه ملح. نخلطوا هاد النواشف، يعني ساهله وانغاطابل تخرج لكم من اول مره. ونروحوا للسوائل، نديروا كاس تاع الزيت، كاس تاع السكر نفس الكاس. درت 2 كيسان تاع السكر، كلشي راه باين يعني في الفيديو. جربوها ان شاء الله تعجبكم، وتردوا لي يعني الخبر، خلوها لي في التعليقات. هنا جبت كاس، نفس الكاس درت حليب، لي 3 كار تاع الحليب، 3/4 الكاس حليب، والربع الاخير كملته مازهر. ماذا بكم تشتروا هاد لاكاسبه، يعني رائع، واحد الكو ما شاء الله. نجيب الميكسور ونميكسي هاد السوائل مليح مليح مليح، واحد 5 دقائق ولا 6 دقائق، حتى راكم تشوفوا المزيج يولي ثقيل ويولي بيض. ونجيبوا هذوك النواشف ونخلطوا مليح كما راكم تشوفوا. انا هنا كنت ديجا درت الفرن تاعي يحمى، ولكن على نار قليله، باسكو الشاميه تاعي ما غاديش نديرها ديريكتومون طيب، نخليها تقريبا ساعه عاد باش نطيبها. جبت البلا تاعي، دهنته مليح بالزيت ولا بالدهان، ونيطالو هذاك الخليط نتاع الشاميه ولا قلب اللوز. نيطالوه مليح كما راكم تشوفوا. كما قلت لكم انا نخليه ساعه تقريبا يشرب مليح دوك الحبات تاع السميد، يشربوا دوك السوائل. كما راكم تشوفوا هنا غير تقريبا درت شحال تجيني من القطعه باش نعرف وين نحط اللوز تاعي. هي كي غادي تدخل طيب ما غاديش يبقى الشكل تاعها. ديروا لوز، ديروا كاوكاو اللي ديروه، انا كان عندي. كما راكم تشوفوا دخلتها طيب على 180 درجه تقريبا، واحد 20 مينوت، وبداو تشوفوا لا كويسون من التحت. شوفوا يعني الا تحمرت لكم من التحت ومن لي كوتي، ونزيدو نحمروها من الفوق مليح، وغير نخرجوها نسقوها تقعد شويه، نعاود نزيدو نسقوها مليح باش تطرب. هنا رحت لكم مباشره، دخلت ديريكتومون باش ندير لكم هاد مانيش عارفه نقدروا نقولوا معقوده، نفس العقليه تاع المعقوده. انا فريت البطاطا كما شفتوها بها بالقشور، درت الفرomاج، المعدنوس، الزيتون. هذا كان فطور تاع رمضان. ان شاء الله دائما نبقى نتقاسم معكم الافكار. هنا درت فلفل احمر ودرت فلفل اسود، حبه بيض، ونلمو هذا الخليط تقريبا كمل المعقوده، ولكن ما درتش الثوم كما شفتوا، ما درتش الثوم وخليتها دو كوتي. وهنا رحت للتحليه. كما كنتشوفوا طلعت لا شونتيي كاع تعرفوا تطلعوها، يعني ماشي حاجه. طلعتها وزدت معاها الكريم ديسير، يعني هذاك الفلون اللي نشروه. هنا كان عندي خليط ولا مزيج من الفواكه. هذه التحليه سهله وماشي حاجه بالخوف توجدوها. درت شويه حليب، درت فيه لافاني، ونجيب هاد لي بودوار. تقدروا ديروا اي نوع تاع بسكوي، مي هذا يجي بنين. نشمخو في داك الحليب، وندير طبقه تاع الفاكهه، اي فاكهه تكون عندكم، ماشي مشروط. انا شريت حبه حبه باش ما نكذبش عليكم، يعني تاع الفراز نشرو قابصه، ولكن الاخرين نشري حبه حبه باش ديروا حاجه هكا. ونديروا داك الخليط تاع لا شونتيي اللي معاه الياغورت ولا الفلون،
ونزيد نزين من الفوق بالفواكه تجي رائعة للسهرة. هاد الدجاج اللي راه هنا ديجا راني دايرته معاكم في القناة، راح نخليه لكم في صندوق الوصف. تلقوا التحضير تاع هاد الدجاج كيفاش خدمته، كيفاش ديسوسيت هادوك الفقاد وعمرتهم لداخل. دونك كيما شفتوا غير فورتهم، ندير القدره ونفورهم كي طابوا راح نحمرهم في الدهان يجوا يا البنات واحد المذاق ما شاء الله. انا فطور كان خفيف ماشي حاجه كبيره. دونك كيما راكم تشوفوا راح نديرهم في الفرينه، درت فيها شويه ملح وشويه فلفل اسود ونقلوهم عادي في الدهان باش يعطوا هذاك لوغو. هادو راهم فخاد نتاع الدجاج ديسوسي ومعمرين لداخل بالكفته والفرomاج. غادي نخلي لكم لا فيديو باش تشوفوا. دونك هادو هما الاطباق تاعنا، وريتكم عاود التميه كي تشربت، وعاود جبت هذيك البطاطا راني ندير لكم هاك وهاك 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 شويه بشويه. جبت هذيك البطاطا درت فيها الكفته ودرت فيها مورسو تاع الفرomاج، درت موزاريلا، نتوما ديروا اي نوع تاع الفرomاج اللي يكون يتكسل. هي لا موزاريلا هي المليحه وماشي غاليه هذه لا موزاريلا. ونخلوها فوق الفرينه، نعمروا كاع هذوك لي كروكيت تاع البطاطا، نديروا فيها الكفته والفرomاج كور ودير في الفرينه. قلت لكم بلي يدي راني نتلاها في الزيت باش ما تلصقليش البطاطا في يدي. راني دايره الزيت يحمى اكيد ونقلوهم عادي. هذه هي الطاوله تاعي. شوفوا كيفاش يجوا هذوك لي كويس ما شاء الله. درتهم بلا صوص بلونش والشامبينيون كما كنتم تشوفوا، وزينت بشويه نتاع اللوز من الفوق. طبق رائع يا البنات. راني ديجا قلت لكم الوصفه راها في صندوق الوصف. وشفتوا السلطه تاعي الماسيدوان درتها طبقات ثاني تجي ما شاء الله. تبغوا نعاود نديرها لكم بالتفصيل. وهذوك لي كروكيت نتاع البطاطا كما شفتوهم يجوا معلكين من الداخل اكيد الحريره والبوراك. هنا ديجا كنا بدينا ناكلو عاد باش فيلميت لكم. انا اخر وحده تجمع في طابله. هذه هي المائده. كانوا افكار ان شاء الله لرمضان اللي رايحين تحتاجوهم ان شاء الله باذن الله. وهذه التحليه نتاعنا شوفوا يا البنات كيفاش تجي ما شاء الله وحلقوا. وهذا قلب اللوز ولا الشاميه وتجي مشربه ما شاء الله. هي انا دائما نديرها في الليل مما ناكلوهاش تمتم ناكلوها حتى على غدوه. انا غير بغيت نوريكم. تفكرها طريه على غدوه تزيد تتشرب وتولي روعه. المهم هذا هو الفيديو تاع نهار اليوم. الا عجبتكم ما تنساوش ديروا لي لايك وتخلوا لي تعليق، واللي مازال ما اشتركش في القناه يشترك في القناه فضلا وليس امرا. حنكون معكم دائما ان شاء الله طيله شهر رمضان وقبل تاني شهر رمضان نعطيكم افكار وتحليات ان شاء الله. نقول لكم تهلاو في رواحكم. سلام.